بيبدأ فيلم النهاردة مع جاك اللي بيبقى واقف مستني الفرصة علشان ينفذ الخطة اللي هيثبت بيها لأصحابه إن سانتا كلوزا ده مش حقيقي، وبيروح يسرق المفاتيح علشان ياخد أصحابه ويطلعوا فوق. بس هناك بيلاقوا أوضة مليانة هدايا، فبيقول لهم وقتها صدقتوني بقى لما قلت لكم إنه مش حقيقي، وكل الهدايا دي جايبينها الأهالي. وبيقول لهم كمان إنه يقدر يلاقي أي حاجة في أي وقت، وبياخد منهم حلويات إتاوة كده علشان كشف لهم السر الخطير ده. بس بعد شوية بيجي واحد ينزل الأطفال كلها من الأوضة ما عدا جاك، وبيعاتبه يعني علشان كسر بفرحة زمايله. فبيقول له يعني يا عمي سانتا هيسيب الدنيا كلها ويجي بالغزلان بتاعته لحد هنا علشان يدينا هدايا؟ قول كلام منطقي يا راجل. المهم بعد 30 سنة بيكبر جاك، بس شخصيته لسه زي ما هي، وبياخد حاجة الناس غصب عنها، وبيكون شغال في انه بيعمل مهمات للناس مقابل فلوس ايا كانت المهمة بقى. ودلوقتي بقى هو عاوز يدخل منظمة الابحاث دي، بس ما كانش في الوقت ده معاه المفتاح، فبيروح يعمل ماس كهربائي علشان الحراس يتلهوا في الحريقة ويعرف هو يدخل براحته. ولما بيوصل هناك بيحط جهاز تهكير كده علشان يسحب المعلومات المهمة، وبعد ما بيخلص بيروح يرمي المفتاح اللي دخل بيه في الزبالة، وبيسرق المصاصة بتاعت الطفل الصغير قبل ما يسيب المكان، وهو فخور بنفسه زي ما انتوا شايفين كده. بنروح بقى دلوقتي لسانتا كلوز وهو قاعد في مكان ومعاه كالوم الحارس بتاعه اللي بيبقى متضايق جدا بسبب اعمال الشغب والسرقة اللي الناس حواليه بيقوموا بيها. وبتبقى الناس بتقدم هدايا وحلويات لسانتا، وده طبعا لانهم بيحبوه جدا. بس فجأة بيدخل واحد فاتح لايف وعاوز سانتا ينفذ له معجزات قدام الناس، بس كالوم بيمنعه وبياخد سانتا وبيخرج من المكان. في الطريق كده بيقول له انه بيحب الاطفال جدا، وبيفرح لما بيجيبوا له هدايا وبيتصوروا معاه. ولما بيركبوا العربية بيقول سانتا لكالوم ان الشغل مش هيبقى حلو من غيره، وده لان كالوم بيفكر في التقاعد. المهم بعد شوية بيوصلوا لمكان سري كانت الغزلان السحرية موجودة فيه، وبيروح سانتا يركب على العربية وبيستعد للخروج، وكالوم في الوقت ده بيفتح له البوابة، وبعد كده بيروح يركب جنبه وبيبدأوا يطيروا في الجو. وساعتها بيشوفوا طيارة ماشية فبيسلم سانتا عليهم، وبعد كده بيصرخ صرخته السحرية علشان الغزلان تزود سرعتها. في الوقت ده بيبقى جاك قاعد يتفرج على مباراة ملاكمة، وفجأة بتجيله مكالمة من مشتري عاوز المعلومات اللي هو سرقها من شوية، وفعلا بيبعت له الراجل الفلوس، وبيقدر جاك انه يبيع المعلومات وهو فرحان جدا. بنرجع بقى لسانتا اللي بيفتح بوابة في العالم السحري، وبيبقى بايع على الكريسماس وقت قليل جدا، وهناك بيقعد سانتا يتمرن شوية كده. بس وقتها بيلاقي كالوم داخل عليه بطلب الاستقالة بتاعته، فبيقول له سانتا انت عاوز تبطل شغل معايا ليه؟ ده احنا بنفرح الاطفال ودي حاجة حلوة جدا. فبيقول له كالوم انا مش بكره الاطفال على فكرة، بس بتضايق من الكبار اللي بيعملوا اعمال شغب وسرقة. بس سانتا بيفهمه الوضع وبيقول له احنا مش هنقدر نغير العالم، بس الناس تقدر تغير من نفسها للأحسن. عامة بعد شوية بيبقى كالوم واقف تحت وبيحس ان في حاجة غلط، فبيتواصل مع زمايله علشان يطمن على سانتا، بس بيتفاجئ لما بيعرف انه مش موجود في الجيم، وكمان مش موجود في اي مكان تاني. فبيطلع يجري بسرعة على اوضته وبيلاقي هناك البلكونة مفتوحة، ولما بيبص بره بيلاقي في عربية غريبة بتهرب من المكان، فبينبه زمايله بسرعة ان سانتا اتخطف، وبيروحوا كلهم بسرعة يطاردوا العربية. بس وقتها الحراس بيقعوا من على الجسر، ومش بيتبقى غير كالوم اللي بيقدر يوصل للعربية، وكان خلاص هيفتح الباب، بس بيضطر في الاخر انه ينط بسرعة قبل ما يخبط في الجسر. بيروح بعد كده يطلع موتوسيكل صغير من جيبه، بس بيكبر على طول لما بيحطه على الارض، وبيركب عليه بسرعة علشان يلحق العربية اللي كانت في الوقت ده محاطة بانهيار تلج بيعطلها في مكانها. فبيجري بسرعة يفتح الباب، بس بيلاقيها فاضية، وده لانهم اتنقلوا كلهم للطيارة وسابوا العربية وراهم. ساعتها بتتكلم السيدة المسؤولة عن نظام المراقبة، وبتقول لكالوم ان العصابة قدرت تهكر نظام المراقبة العابر للقارات، وقدروا يعملوا فتحة يدخلوا من خلالها، وعرفته ان هم دلوقتي عاوزين يعرفوا مين اللي هكر الشبكة، وده لانه الشخص الوحيد اللي هيقدر يفيدهم دلوقتي. وبيبقى الهاكر ده مسمي نفسه الذئب، والحكومة بتدور عليه في كل مكان بس محدش عارف يلاقيه. وطبعا المقصود من كل ده هو جاك اللي نايم في البانيو دلوقتي. في الوقت ده بتتصل عليه طليقته علشان يروح يجيب ابنه ديلان من المدرسة لانها في الشغل دلوقتي وجوزها مسافر بره المدينة، وعرفته ان ابنه محتاجه دلوقتي لان عنده مشاكل في المدرسة ومحتاج مساعدته. فبيروح جاك على طول يجيب ابنه، وفي الطريق بيبدأ يحكي له انه عنده واحد صاحبه بيفضل يضايق فيه، فهو بيروح علشان يسجل انه غاب 3 مرات علشان المديرة تعاقبه وتنتقم منه، بس بيتمسك وهو بيعمل كده، فبيطلع بعدها يبوظ له العجلة بتاعته. فبيقول له جاك بس انت كده خيبت املي فيك، المفروض ما كانش حد يعرف يمسكك.
المهم لما بيروح البيت بيحس ان في حد ماشي وراه، لحد ما فجأة بيلاقي جنود من العالم السحري عنده في البيت وبيحاولوا يجمدوه، بس هو بيخليهم يجمدوا بعض وبيبقى هيهرب منهم خلاص، لحد ما بتظهر قدامه مسؤولة الامن وهي اللي بتجمده. المهم لما بيفوق بيلاقيها قدامه وبتقول له احنا عرفنا الهاكر اللي انت بتنفذه في الانظمه وعرفنا المعلومات المهمه اللي انت سرقتها. فبيقول لها انا شغال للي يدفع اكتر من غير ما اعرف هو مين ولا حتى المعلومات دي عباره عن ايه. فبياخدوه بعد كده يحطوه في صندوق وبينقلوه لمكان تاني، وبتقول له انها مسؤوله عن منظمه بتحمي العالم السحري وبتخليه مخفي عن انظار العالم الحقيقي. هو في الوقت ده ما بيبقاش مصدق موضوع العالم السحري ده وبيفضل يتريق على كلامها لحد ما بيشوف حصان بيطلع نار من بقه وبيشوف واحد تاني راسه مقطوعه، فبيتخض جدا وبيبدأ يصدق. بعدها بتاخده السيدة على أوضة الاستجواب وبتحكي له اللي حصل وإن سانتا كلوز اختفى من امبارح، فبيفضل يضحك على كلامها لأنه مقتنع إن مفيش حاجة اسمها سانتا كلوز أصلا. بس في الوقت ده بيدخل كالوم ينادي على جارسيا الدب، فبيترعب جاك لما بيلاقي دب بيتكلم، وبنعرف إن في قايمة مكتوب فيها كل أسامي أفراد العصابات واللي جاك طبعا كان واحد منهم. وبيبقى كالوم متضايق منه جدا وعاوز يضربه، بس السيدة بتمنعه وبتقوله إنه لو مات في إيده دلوقتي مش هيستفيد حاجة والأحسن انهم هيشغلوه معاهم، وزي ما تسبب في المشكله هيمسك خيط حلها، وبعدها على طول بيفضل الدب يضغط عليه لحد ما بيوافق. فبيقول له كالوم انهم هيدفعوا له اكتر ما خد من الناس التانيه، بس جاك بيفضل يستفز فيه ويقول له انا مش هشتغل مع واحد اقرع زيك. فبيركبوا له جهاز تعقب كده علشان يقدروا يلاقوه في اي وقت وما يعرفش بعد كده يهرب منهم. وفي مكان سري تحت الارض بيبقى سانتا محبوس فيه، وكان قدامه البنت اللي خطفته وبتقول له انها تعمل حاجه هم فشلوا فيها بقالهم كتير. فبيقعد سانتا يقول لها انه يعرف واحد مش هيبقى مبسوط باللي بيحصل ده، فبتقول له انها بتسعى علشان تخلي العالم مكان افضل، وبتشغل جهاز بيسحب كل قوته السحريه من جسمه لحد ما بيفقد الوعي. بنرجع مره تانية لكالوم وجاك اللي بيبقوا في محل الهدايا بيشتروا لعب، وساعتها بيقول كالوم لجاك يروح يجيب عربيه لعبه ولازم تبقى عمليه ومش ملفته للنظر. بعدها بيفتح بوابه لمكان تاني كده وبيشد جاك معاه وبيقول له هات العربيه بقى، بس بيتضايق جدا لما بيشوفها وبيقول له انت ما لقيتش غير دي، بس عامه ما بيبقاش في حل تاني وبيضطر يستخدمها. فبيحطها قدامه على الارض وبيكبرها بالجهاز السحري اللي معاه وبيروحوا يركبوا فيها هما الاتنين. في الطريق بقى بيسأل جاك عن طبيعه شغل كالوم، فبيقول له انه الحارس الشخصي لسانتا ومدير المنظمه دي كلها بالصلاه على النبي. طبعا هو مش حارس ليوم واحد، انما هما بيشتغلوا طول السنه علشان يقدروا يوزعوا الهدايا في يوم الكريسماس على كل البشر اللي في العالم، وحاجه زي كده محدش يقدر يعملها غير سانتا كلوز لانه عارف مواعيد نوم كل واحد على الكوكب، وبيدخل يحط الهدايا ويخرج من غير ما حد يحس بيه. بنرجع للمكان السري وبتبقى البنت اللي خاطفه سانتا مجهزه هديه سحريه، وطبعا ده بعد ما خلصت قوته كلها واختارت الهديه الاولى. بنرجع مره تانية لكالوم وجاك اللي بيروحوا مع بعض للراجل اللي اشترى المعلومات من جاك، وبيشتبكوا مع العصابه دي قبل ما يوصلوا للراجل اللي بيقول لهم انهم ما كانش المفروض يجوا هنا لان الموضوع خطير جدا، وبيقول لهم يلا بقى امشوا من هنا فورا لان العميله اللي هو يعرفها خطر جدا. بس لما بيسالوا كالوم عن اسمها بيقولوا انه مش هينفع يقول لانها هتسمعهم وتاذيهم، فبيتضايق كالوم جدا وبيرميه على الارض وبيأمره يكتب اسمها على الرمله، بس جاك بيغلط وبيقرا اسمها بصوت عالي فبتسمعهم وبتحضر للمكان في ثواني، وبيبدا الجو يغيم وزعيم العصابه بيتشنج ولون عينه بيتغير وبيقول لكالوم اسمه الكامل ومعلومات كتير عنه. فبيعرف ساعتها انها جريلا ساحره الكريسماس واللي بتقول له انها ناويه تحبس كل واحد كان على قائمه المشاغبين من اللي بيسرقوا او بيعملوا اعمال شغب، وبكره الكل هيتعاقب. فبيقول لها كالوم ان سانتا مش بيسعى لعقاب اي حد وكل اللي بيعمله بس هو نشر الفرحه بين كل الناس وانه شخص طيب جدا ولازم تسيبه في حاله. بس فجاه بتظهر شاحنه طالعه من البحر لحد ما بتقف قدام كالوم وبتبدا الوحوش الجليديه العملاقه تنزل منها علشان تهاجم كالوم واللي معاه، وبيفضلوا بقى يحاولوا يقضوا عليهم فتره كبيره سواء بالتكسير او بتعريضهم للحراره علشان يسيحوا، بس كل ده بيبوق بالفشل في النهايه لحد ما بيعرف كالوم بالصدفه انه لما بيشيل الجزره من مناخيره بيتفكك بالكامل. ودلوقتي بقى هنشوف اول ضحيه للساحره واللي بيكون واحد اسمه ارون واللي بيلاقي هديه في العربيه، بس اول ما بيفتحها بيختفي من المكان وبتفضل الكره السحريه مكانها بدل ما ترجع تاني للساحره، فبتأمر اتباعها
وبيقترحها انهم يروحوا يصلحوا العطل ده فورا. بنرجع تاني لكالوم اللي بيبقى عنده ناس من المنظمة علشان يعني ينظفوا الفوضى اللي حصلت في المكان من المعركة، واللي بيلاقوا تسجيلات عن ليلة الخطف. بس لما كالوم بيشوفها بيقول ان ده مش شكل جريلا الحقيقي، وان عمرها 900 سنة وعندها 12 ابن شغالين في القتل تحت اشارتها. وبيروح يسأل جاك عن طريقة شغله وانه ازاي يعني بيقدر يوصل لأي حاجة في اي مكان، فبيقول له ان محتاج بس طرف خيط وهو هيتعامل بعد كده. فبيفتكر كالوم ان سانتا عنده اخ بالتبني وكان زوج للساحرة دي قبل كده واكيد شغال معاها، وهيلاقوا سانتا محبوس هناك. فبيروح كالوم يدخل من البوابة مرة تانية هو وجاك، اللي بيلاقي طليقته بتتصل بيه وبتعاتبه انه ما حضرش الحفلة بتاعت ابنه، بس هو بيعتذر لها وبيفهمها انه مشغول جدا ومش هيقدر يجي. المهم بيطلع كالوم عربية من جيبه وبيكبرها علشان يروحوا لاخو سانتا. في العربية بقى بيقول كالوم لجاك ان ابنه ولد كويس، وده لانهم معاهم قايمة بكل سلوكيات الاطفال. عامة بعد شوية بيوصلوا للمقابر وبيسأل جاك عن حكاية سانتا واخوه، فبيقول له كالوم انه زمان كان سانتا واخوه كرامبوس شغالين مع بعض وكانوا زي السمنة على العسل، لحد ما بيقرر كرامبوس انه هيعمل قايمة باسماء الاطفال المشاغبين ويعاقبهم. بس طبعا الكلام ده مش بيعجب سانتا، وده لانه مش بيحب يأذي حد خالص. وبينفصل بعد كده عن اخوه اللي بيروح يتعاون مع الساحرة علشان يحقق اللي هو عاوزه، بس برضه بعد فترة بيسيبوا بعض. بعد كده بينزلوا من العربية وبيطلب كالوم من جاك ما يلمسش اي حاجة مهما حصل، وبيروح يدخل البوابة اللي بتطلعه على مكان ضلمة جدا ومرعب وكان مليان بعدد كبير من كلاب الجحيم. فبيطلع كالوم من جيبه فرخة وبيرميها بعيد علشان يضللهم بعيد عنهم، بس جاك بيبوظ كل حاجة لما عينه بتسرع على الذهب اللي في المكان وبياخد منه حتة. ساعتها بيطلع كائن ضخم جدا ومخيف اللي بيبدأ يهاجمهم على طول، وكمان بتحاصرهم الوحوش من كل مكان. وقتها بيحاول كالوم يعرفهم انهم مش حرامية، بس المشكلة انهم بيطلعوا الذهب من جيب جاك، فعلى طول بيدخلوهم السجن. بس هناك بيزعق كالوم لجاك وبيفكروا انه قال له ما يلمسش اي حاجة مهما حصل، وقال له انهم دلوقتي اتحبسوا بسببه. فبيقعد يبرر لنفسه وبيقول له اصل انا عليا ديون. بس كالوم بيبقى متضايق منه جدا وبيقول له انه اكيد اسمه مش موجود بالصدفة على قائمة المشاغبين، لان هو اللي حط نفسه هناك. عامة بعد شوية بياخدوهم لحلبة تنافسية وبيبقى كرامبوس موجود هناك، واول ما بيشوف كالوم من بعيد بيقول له ايه اللي جابك مكان زي ده، انت مكانك مش هنا، وبياخد منه سلاحه. فبيقول له كالوم انه جاي يدور على سانتا اللي خطفته الساحرة من المجمع، وهو عارف انها كانت هنا من قريب، فجاي علشان يعرف كانت بتعمل ايه. فبيقول له كرامبوس انها كانت جايه تاخد هدية كانت هي اللي جايبها له اصلا قبل كده، وبتبقى الهدية دي عبارة عن كورة سحرية اللي بيلمسها بيتحبس على طول. فبيطلب منه كالوم يسيبه يدور على سانتا، بس كرامبوس بيرفض وبيقول لجاك يطلع يوصل الرسالة دي لزمايله. فبيقول له جاك بصراحة كده بقى واحنا داخلين كالوم قال انه يقدر يهزمك في اللعبة بتاعتك، وبيعمل معاه اتفاق ان لو كالوم فاز هيسيبهم يمشوا من هنا، ولو خسرنا يا سيدي هنتحبس للأبد. وقتها بيروح كالوم يقف قدام كرامبوس علشان يلعبوا لعبة الصفع، وبيبدأ كالوم بقى بقلم قوي على وش كرامبوس، بس التاني مش بيتأثر نهائي. ولما بيجي دور كرامبوس بيلبس كالوم قلم بيحدفه على الأرض، بس طبعا مش بيستسلم بسهولة وبيقوم علشان يحاول مرة تانية. بس فجأة بيتدخل جاك وبيديله السلاح بتاعه بسرعة، فبيقدر يضرب كرامبوس وبيوقعه على الأرض، وبيطلع مجموعة من الروبوتات وبيكبرها، وبالطريقة دي بيقدروا هما الاتنين يهربوا من كرامبوس بسهولة. المهم بعد ما بيخرجوا من المكان بيفضل كالوم يشكر جاك علشان أنقذ حياته، وبيفضل بقى يمدح في ذكائه. وفي الطريق بيلاقوا بيانو كده عليه صندوق مكتوب عليه اسم جاك، بس لما بيفتح جاك الصندوق بيلاقي جواه كرة سحرية فبيبعد عنها على طول. وفي نفس الوقت بيتصل بيه ابنه وبيقول له ما تبعتش هدايا سخيفة تاني، ده لو انت يعني مش عاوز تيجي الحفلة. وكان قصده على كرة سحرية مبعوتة له هو كمان، بس لما بيلاقي جاك ان ديلان اتحبس بيضطر يلمس الكرة السحرية علشان يروح وراه. بس قبل ما يختفي بيطلب من كالوم يدور عليه، ولما جاك بيفوق بيلاقي نفسه محبوس جوه البلورة الزجاجية دي، واللي كان معاه في الوقت ده ابنه ديلان. ولما بتشوفه الساحرة بتبقى مبسوطة جدا انها قدرت تحبسه، وبتبدأ في خط انتاج الهدايا علشان تحبس كل المشاغبين. في الوقت ده بيبقى كالوم في طريقه للقطب الشمالي علشان يدور على طريقة يحررهم بيها، وبيبقى جاك قاعد يحكي لابنه كل اللي حصل، وبيقول له انه مش هو السبب في حبسه دلوقتي وانه ولد كويس جدا، وبيعرفه انه بعد عنه لانه كان فاكر انه بالطريقة دي هيصلح الامور،
الدكتور، بس للاسف ما كانش يعرف انها هتبوظ اكتر. المهم في الاخر بيقدر الولد انه يسامحه. ساعتها بقى بيتحرروا من سجنهم لان كده واحد اعترف باخطائه، ولما بيخرجوا بيلاقوا كالوم قدامهم، واللي ما بيبقاش مصدق ان ده جاك الحقيقي وعاوز يضربه لحد ما بيقول حاجه غبيه فبيتاكد ان هو فعلا. فبيقول له جاك بعدها ان الساحره قالت قدامه انها ناويه توزع كل البلورات على المشاغبين بنفسها، فبيستغرب هتعمل كده ازاي والغزلان مش هتتحرك من غير سانتا. فبيفهم انها تستخدم قوته السحريه في السيطره عليهم، وفعلا بتكون حبساه في كبسوله ومحمله كل البلورات على الزلاجه وبتستعد علشان تنطلق. في الوقت ده بيروح كالوم يحرر كل اصحابه واللي من ضمنهم طبعا الدب جارسيا، وبيطلعوا بعد كده يشتبكوا مع اتباع الساحره. وبيقدر كالوم وجاك انهم يلحقوا الزلاجه على اخر لحظه وبيتشعبطوا فيها، بس الساحره بتوقع كالوم من عليها، بس جاك بيقدر يمسك في السلاسل بالعافيه. فبيجيله فكره انه يوصل للغزلان ويحررهم، وساعتها هيطيروا في الجو وهتفضل الزلاجه لوحدها والساحره تقع من عليها. اما كالوم بيروح لسانتا وبيحاول يفوقه، بس في اللحظه دي بترجع الساحره لشكلها الحقيقي. بس قبل ما تهجم عليهم بيوصل كرامبوس للمكان وبيضرب عليهم نار وبيقول لهم محدش ليه دعوه بيها، انا هتعامل معاها بنفسي. بس مش بيلحق المسكين يكمل الجمله وبيلاقيها ربطاه من رجليه وبترنه علقه محترمه. فبيحاول كالوم في الوقت ده انه يتصرف، بس مش بيعرف يعمل حاجه لان الساحره قويه جدا. بعدها بتسيب كرامبوس وبتمسك في كالوم، بس سانتا بيتدخل على اخر لحظه وبينادي على الغزلان بتوعه بصوت عالي، فبييجوا يضربوا فيها لحد ما بعد كده بتقع في الكور السحريه وبتتحبس للابد. بيروح بعد كده كرامبوس يسلم على اخوه وبيقول له يلا شد بدلتك كده وشوف شغلك. فبيروح سانتا يلبس البدله الحمراء بعد ما بيشكر جاك على المساعده الكبيره اللي قام بيها، وبيطلب منه ينضم له هو وابنه في المغامره دي. وبيبدا بعدها يلف علشان يوزع الهدايا على كل الاطفال سواء كانوا مشاغبين ولا لا. اما كالوم فبيسحب طلب الاستقاله بتاعه لانه قرر يكمل شغل مع سانتا ويفرح الاطفال على طول. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.